حبايبي، النهارده وصلنا لمليون متابع. بشكركم جدا جدا جدا. وصفصف رجعت للبحر، رجعت لبيتها بقى خلاص تاني. انا بشكركم قوي وسعيده. صحيح هو رقم مليون صغير بالنسبه لزميلاتي وزملائي، بس انا الحقيقه اللي اتاخرت على الميديا شويه. معلش، ان شاء الله نحتفل المره الجايه بالاتنين مليون واكتر واكتر. انا بحبكم جدا. الصفحه دي علشان انتوا تعرفوا اخباري، عشان اوريكم اماكن حلوه انا بروحها، نفسي انتوا تشاركوني فيها. آه، علشان اسمع ارائكم وتقولوا لي رايكم في شغلي واي حاجه، نسمع اراء بعض. انا بتضايق قوي من اللي بيعملوا اعلانات بقى ايه تفتح واشرب حواجب، وانا مالي ومال الحواجب؟ الصفحه دي ملهاش علاقه بالحواجب خالص. والناس اللي بيعملوا ستوري انا بعمل لهم بلوك علشان ما تتعبوش روحكم. انا بعمل بلوك خالص. ارجوكم، عايزه الصفحه دي تبقى شيك كده وحلوه، ونقدر كلنا ندخل فيها ونقول ارائنا وما يبقاش فيها حاجه خارجه. بشكركم جدا 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 يا حبايبي. زي ما سمعنا دلوقتي الفيديو والكلام اللي قالته الفنانة هالة صدقي. طبعا الفنانة هالة صدقي بعد النجاح اللي حققته في مسلسل جعفر العمدة بدور الملكة صفصف، اللي طبعا الكل أشاد بدورها فيه، والجمهور طبعا حب أسلوبها جدا وحب الدور فيها. فهي طلعت طبعا علشان تشكر جمهورها اللي هو ساعدها في ان هي تنجح، وان هو وقف جنبها، وان هو أيدها وأيد الدور بتاعها كويس جدا. وبتعرض كمان وبتقول للناس ان هي هتعمل صفحة جديدة عشان توضح لكل الناس اخبارها اول باول، علشان ما يكونش في مجال لان حد يطلع عليها اي اشاعات. والصفحة دي هتبين فيها الاماكن اللي هي بتروحها والاماكن اللي هي بتزورها والحاجات اللي هي بتحبها. زي ما احنا شفنا هي بتشكر كل جمهورها اللي وقف جنبها وساندها خلال الفترة اللي فاتت، وبتشكر كل الكاست بتاع مسلسل جعفر العمدة. ده الفيديو اللي معانا النهاردة. احنا حبينا نبين لكم كلام الملكة صفصف بعد النجاح الكبير اللي هي حققته. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم.